انك اكلتي وجبة كبيرة وقمتي منها لسه جعانة، مش لانك جعانة لكن لانك شبعت المعدة وسبت المخ جعان. وايه الكلام الغريب ده؟ انا اقولك ده بيحصل ازاي. في اكل بيملي المعدة واكل بيشبع الدماغ. طب ايه الفرق؟ وايه هو الاكل اللي بيملي المعدة وبيعمل ايه؟ الاكل ده بيكون حجمه كبير واليافه عالية ومحتاج مضغ وسعراته اقل. زي ايه؟ زي السلطة والخضار والشوربة والشوفان. وده بيعطيك احساس بالشبع وبيعطيك طاقة وكمان مفيد لصحتك. اما بالنسبة للاكل اللي بيرضي المخ، ده عبارة عن سكر ودهون عالية جدا، طري وسهل البلع، طعمه قوي وحلو وسعراته عالية جدا. زي ايه؟ زي الحلويات، الشيبسي، البيتزا، البسكويت والفاست فود طبعا. ده بيحسسك بالراحة والمتعة لكن مش بيشبع. عارفين ايه الفخ الخطير؟ ان المخ بيطلب وبيفرح بالسناك، بس بعدها بتجوعي على طول وترجعي تاني تاخدي سناك عشان تسد الجوع ده، وهكذا دايرة تسمى دائرة أكل مستمرة. الحل الذكي مش الحرمان ولا الدايت القاسي. الصح انك تبدأي تملي المعدة الأول وبعد كده تنهي برضا المخ. ازاي الكلام ده؟ هقولك. مثلا تاكلي وجبة مشبعة جدا وتعطيك طاقة وبعد كده تحلي بسناك بسيط، لان من الاخر لو ركزت على شبع المعدة بس هتتعبي وصعب تستمري انك تاكلي اكل صحي دايما من غير اضافة سناك او اي حاجة انت بتحبيها. ولو ركزتي على رضا المخ بس طبيعي هتزيدي في الوزن. التوازن هو الحل.